لەم بەیانی هاتوین بە گروپی گەشتیاری هاتوین وەڵا خۆشە زۆر خۆشە فێن گەشتەکانیشی باشە تقریبەن باشە هەروکو ساڵانە وەڵی خۆشێسە زۆر زۆر لە ساڵان خۆشترا ساڵان بەجێ بەهاتی ڕێگاکەی بەرد و کەڵە ناڵش بوو زۆر ناخۆش بوو بەزێ سەقیرە زۆر خۆشە. پاکوخایانی زیاتر ڕابگیرێ نەک حکومەت دابینیشی کار کوردەکە خۆشی پاکی کاتەوە دوای خۆی هەموو شتە پاکرێتەوە کەسێ پاکی ناکاتەوە لە ماڵەکەی خۆیان بێ قوبوڵ ناکات بەڵام کە بوو ئێرە شتەکان فڕەیە و پێویستە حاویلەی گەورەشە بێ بۆی خەڵک شتی تێکە. الله من محافظة الأنبار جاي هنا يوم أخواننا الأكراد وياهم نحتفل بعيد عيد المبارك إن شاء الله علينا وعليهم ويرفع هذه الغمة عن هذه الأمة بجاه سيدنا محمد. احنا جاي هنا لأحمد آوى إن شاء الله مع أخواننا الأكراد وما قصروا ويانا وجزاهم الله ألف خير ساعدونا وونسونا وضيفونا ونشكرهم جزيل الشكر. والله زين ما شاء الله ضيفونا واستقبلونا استقبال زين ومتونسين وياهم وماكو فرق بين الأكراد والعرب. يا الله والله السيطرات زين حيل زين ويانا السيطرات ماكو مشكلة. قالوا انتم وين؟ قلنا لهم احنا اقليم كردستان زيارة اقربائي هناك بالسليمانية فساعدونا وانطونا ورقة هي 20 يوم قال روح زيارة لاقليم كردستان. اليوم احنا مصيف احمد آوى بالنسبة للدخول كان سهل الحمد لله انه اقامات ماكو ورقة الاقامة بس فقط الجنسية انه ياخذوها يدقوها حاسبة يعطوها. لا ما كيف فحص كورونا ولا اخذ مال فلوس انه مال فحص اكو دعايات هسه خابروني من هناك من بغداد يقول لي جاي ياخذون 50,000 مال فحص. اي هذا الشيء ماكو نهائيا ودخول مجاني وبلا اقامه فقط الجنسيه يدقوها حاسبه. اجواء حلوه خير من الله واتمنى الموفقيه للجميع. جو حلو يخبل ثلج بردنا درجه حراره من بغداد 55 طبعا.